الاخوان والاخوات متابعي قناه الناقد كنرحب بكم. هذا اخوكم الناقد يحييكم. غادي نقول لكم واحد المساله واللي انا كنت باغي نتكتم عليها، ولكن لا باس لانني انا كنشارك مع الاخوان ديالي ومع الناس ديال القناه اللي كنعتبرهم اخوان واخوات. كاين اللي بمثابه الاب بمثابه الام، وكاين اللي قد ولدي كنعتبرو بحال ولدي، وكنحاولوا اننا نكونوا خوت مع بعضياتنا، كنكملوا بعضياتنا. ما عمرني خبعت عليكم شي حاجه، ولذلك هذه المساله هذه ما غنخبعهاش عليكم. ان شاء الله اذا كان في العمر بقيه وربي طول العمر وتيسرت الامور، ساكون حاضرا مع نعيمه البدويه اثناء التقديم ديالها. ساكون حاضرا ان شاء الله عند تقديمها بابتدائيه الدار البيضاء. نعم غادي نكون حاضر. انا ماشي غادي نقول لكم انني غادي نكون حاضر بمعنى انني ساغير شيء ولا لا. انا مجرد مواطن عادي. هذه السيده هذه بقات فيا، دافعت عليها بكل الاشكال وبكل ما استطعت، وكاع اللي في جهدي، كاع اللي في جهدي درتو معاها باش ندافع عليها. علاش؟ لانني ارى انها تعرضت للظلم وتعرضت للحقره. ما كنقولش من القضاء ولا من الاجهزه المساعده له اللي هو جهاز الشرطه القضائيه، وانما ممن سبوها وعرضوها للاشهار وقاموا باستفزازها. في الفيديو السابق شرحت لكم شنو هو الاستفزاز. الاستفزاز راه ظرف مخفف في القانون يقدر يديك للبراءه، خصوصا في القضايا مثلا ديال الخيانه الزوجيه ولا ديال السب والشتم والقذف. كيف يبقى الوحده كتهم واحد بانه ماشي راجل؟ المصيبه انه عنده ولاد. هذه لا تسعى الى ان تطيح الروح. تخيلوا منعم لو انه ما عندوش العقل كان يجيبو يتبدا في رجاء. قالت لنا ناديه بلي راني ما كنولدش عندي وحده. يجي دقها فيها، والسبب هي هذيك. صراح لي قالت انت عندك وحده ما كتولدش. وحده اخرى قلت لها انت مصاحبه مع الزيزون. واش هادشي ماشي حشومه؟ هادشي ماشي عيب؟ هاد المراه هادي وهاد العائله هادي ماشي حقره؟ ما حقرتوش هاد العائله هادي. فقط منعم هضرنا عليه الوقت اللي كان خاصنا نهضروا عليه، اما هو وراء القضبان خاصنا نطالبوا بحقوقه حتى هو. السيده اللي اتهمته في شرفه خاصها تمثل امام القضاء. انا اتساءل علاش غير امي ناعمه بوحدها؟ وهذا السؤال هذا ما كنطرحوش الا انا، كيطرحوه مجموعه من الناس كيطرحوا هذا السؤال. كيف يعقل واحد تشرب الاعراض ويطلع ويقدم للاسف الشديد بالاستاذ مع العلم انه ما قاري حتى حرف؟ اذا هاد الاساتذه ولات غير كتنشر عندكم. اذا انا كما قلت لكم وغادي نعاود نقول لكم، ساكون حاضرا اذا ما اراد الله لي ذلك. غادي نكون حاضر في التقديم ديالها وغادي نساندوها نفسيا، واي واحد قادر انه يحضر للمحكمه الابتدائيه فيكون حاضر، لان هاد الانسان هذه هي في امس الحاجه لينا. حنا الناس اللي كيدعموها وكيعاصروها كندعموها، راه ماشي كندعموها ماديا، حنا ما عندناش، ولكن كندعموها نفسيا، لان هاد السيده هذه تعرضت لاقصى درجات الحقره، وحنا ضد الحقره. حنا لا للحقره. القانون يجب ان يطبق على الجميع بدون استثناء. السيده اللي استفزتها تجي، ولد امو اللي استفزها يجي، كل واحد خصو يجي ويطبق عليهم القانون جميعا، وخص دير بهم شكايات. انا اتساءل وهنا اوجه الخطاب للسيده سميره البقالي رئيسه جمعيه مفتاح وحلول، الرئيسه الشرفيه. كنتمنى انك تكون حاطه الشكايه بهاد الناس هادو. علاش ملي كتهضروا عليهم كتهضروا ومن يدور في فلكها؟ علاش ما قادرين تجبدوهم بالاسم؟ هذا سؤال ديالي كنطرحو عليكم. علاش ما كتجبدوهمش بالاسم؟ هي تجبد بالاسم وهما ما يتجبدوش. علاش؟ انا اشم هنا رائحه الحقره، كيشم هنا رائحه الاستهداف، وهذا كيبقى حقي، ولا يملك اي احد ان يقول لي ما عندكش الحق تقول لهم انا اشم رائحه الحقره رائحه الاستهداف. هذا كيدخل في اطار حريه التعبير، لانني ارى تلك المراه مستهدفه وتلك المراه محقوره الان، وخاصنا نديرو يد في يد. حنا كمغاربه احرار راه ما يمكنش لينا نهضروا على نعيمه البدويه ونقولوا ما دارت والو، لا مسكينه راه مالك، لا اخطات وامراه جاهله اميه غير اليوم اللي حرمتها شويه. اما هاد الناس هادو اللي كتشوف فيهم انت راه الاغلبيه ديالهم قاريين وكيشيروا عليها، امهم البعراويه كما كتقول هذيك ولات المنصه اللي تهمت المراه مزوجه في شرفها. سمعوا مجتهده راه هاد الايام راني كسوله عندي شي مشاغل، لكن كنوعدكم غادي نولي مجتهده باش نطلع الاكسنس على المشوهين. كاينه المشوهه الاولى لبنى الاطرش،
اه هذا اه الزنانه الاطرش غنطلعوا عليها المشاهده والادسن، وغنطلعوا عاوتاني المشاهده على المختن، على قلوش، على قلوش راجل طواليط ديال سيدي عدي. وهذا اللي كيتهم العيالات باقي كيزوم بالعاهره ويحطهم بالعاهره. سمعوا الله ينعل جد امي المخير في والدين امي امك خديجه العلاوي. الله ينعل القحبه امي المخير في والدين امك وكارديها في هذا اللايف، وهذه نمشي بوحديتي ونشوف شي يخرج من القحبه امك صافي. الله ينعل القحبه، الله ينعل القحبه اللي حطت امي امك، هي بنت القحبه، هي اللي كدوري في الطريطواره بالانجليز، هي القواده، هي اكبر عاهره في تاريخ الانجليز. سمعتيني الحاجه الهلا خدك الحاجه، شكرا لك الحاجه. سمعتيني الحاجه السكيريه، الله ينعل جد القحبه امي المخير في والدين امك. سمعتيني يلا زيدي بنت القحبه، هي العاهره، هي العطايه، هي اكبر كلبه في تاريخ الانجليز، هي انت الانجليزيه الخاويه. يلا واش وهذا اللي يدير فيها القيصر مرات المصاصه. لا حول ولا قوه. سمعوا شنو هو. الصديق الحميم لمحامي مشحمة المصاصيط كيبشرها بالسجن، إضافة كينصحها بلي أن دوك الناس اللي دايرين بها باغيين ياكلوا لها ميمي. إذا الأستاذ سعيد بالأمس شكاية لدى النيابة العامة بمراكش، وهذا الصباح يتم اعتقال احتياطيا ملحوت. بالأمس كذلك سكينة بن جليون تعتقل على شكاية تاع الزوج تاعها بسبب التشهير. ولكن هاد لهم الهرقاوية زعما ما عرفناش شكون هاد الفقيه اللي كيحمي هاد السيدة هذه، مع العلم أنها جالسة كتكسل ليا دابا على النيابة العامة بعد ما تكسلت ليا على الشرطة القضائية، يعني كيجيها السيد عام ما كتحضرش. كذلك موعد تقديم الهيطوكية على أنظار وكيل الملك بكازا، إضافة تقديم آخر للشيخة الهرقاوية على أنظار وكيل الملك بفاس يوم الثلاثاء. كذلك اليوم تم الاستماع لمشتكين آخرين بالشيخة الهيطوكية. إذا هاد الناس هادو هل يحاربون التفاهة أم ينشئون التفاهة؟ بل ينشئون التفاهة. كما قلت لكم هذا وعدي وأنا الحر، ووعد الحر يدين عليه. إذا تيسرت الأمور وأخبرت وسمعت نهار شكون أنا التقديم، كونوا على يقين أنني سأكون أول الداعمين لها نفسيا والحاضرين أثناء التقديم. لا نريد الضغط على القضاء ولا نسعى إلى الضغط على القضاء، نحن فقط غادي نحضروا ونتمنى أن تعم هذه الشكايات خصومها، لأنهم هلكوها، لأنهم استفزوها، والاستفزاز كما نعرف القانون ظرف مخفف. شي أصحاب قنوات ولا يضرب اسم القيم، والله لو عدنا إلى أقرب الحلقات لوجدنا أنكم تمزقون القيم تمزيقها. دابا ولات القيم. إلى هنا استودعكم الله، إلى الملتقى، السلام عليكم.